لسنا بخير. لسنا بخير ما دام بعض الجزائريين من عرق العربي لا يريدون لإخوانهم في الدين والوطن أن يكونوا أمازيغ. لسنا بخير ما دام بعض الجزائريين من عرق أمازيغي لا يريدون لإخوانهم في الدين والوطن أن يكونوا عربا. لسنا بخير ما دام الجزائريون على اختلاف أنسابهم وأعراقهم يحتفلون طوال العام بمناسبات مختلفة دون أن يقصي بعضهم بعضا بدافع عرقي أو ديني. نحتفل بعاشوراء دون أن يتهم بعضنا بعضا بالتشيع، ونحتفل بالعام الميلادي دون أن يتهم بعضنا بعضا بالنصرانية. لكن حين يحتفل الأمازيغ في الجزائر بمقدم عام جديد يتهمهم البعض بالوثنية والجاهلية، مع أن من يذكي نار العرقية والعنصرية والطائفية على مدار العام هو نفسه من يمارس حمية الجاهلية. لسنا بخير ما دمنا لا نريد أن نحتكم إلى بطاقة التعريف الوطنية التي تجمعنا. هذه البطاقة لا تحمل عبارة عربي أو أمازيغي، بل تحمل عبارة الجنسية جزائرية. بالله عليكم، هل بقي في الكون الذي أصبح قرية صغيرة من يتساءل ما إذا كان أصله من آدم أم أصله من قرد داروين؟ هل بقي في الكون من يتساءل ما إذا كان أصله من الجزيرة العربية أم من أدغال إفريقيا؟ جف لساني وأنا أنبه في كل كلمة أكتبها إلى مخاطر الشحن العرقي والعنصري والطائفي من الطرفين. إن معركتنا اليوم هي معركة الاتحاد في مواجهة الفقر والإقصاء والتهميش والإحقاد والأنانية التي تنخر مجتمعنا كل يوم. معركتنا اليوم هي معركة تنمية، هي معركة الذهاب إلى المستقبل، لا معركة التناحر التي تنتهي بخسارة أنفسنا، بخسارة بعضنا البعض، بل بخسارة الوطن.